توني كروز بالطريقة الصحيحة. مع توني كروز شاهدت توني كروز يصل إلى خط 18 ويسجل ويصنع. مع بينيتس توني كروز واجباته تقريبا إلى منتصف الملعب إلى ما بعد. ولكن أيضا في التوظيف الهجومي جاريث بيل يحسب لجاريث بيل عودة روح جاريث بيل مع زين الدين زيدان. الخلاصة في الكلام أنه زين الدين زيدان عمل نفسيا، عمل بدنيا حتى تحت خطين، لأنه بدنيا عاد الريال. ما شفنا الريال بدنيا في اثناء الليغا، في منتصف الليغا حللنا مباريات كثيره، ولكن عاد الريال مدريد مع زيدان في ناحيه مهمه جدا، هي الثقه هي اهم ما كان ينقص الريال وتحقق في وجود زيدان. هنيئا لزيدان. هو يلزم ناخذ زيدان في الاول وزيدان بعد التغيير، لانه زيدان غير في تفكيره ولا في تنشيطه بالنسبه لريال مدريد. الفتره الاولى كان زيدان يفكر اكثر في النزعه الهجوميه، بعد ذلك لقى توازنه يعني بوجود معناها كازيميرو وكروس ومودريتش في خط وسط الميدان. لما ثلاثه تواصلوا ولاو موجودين في خط وسط الميدان، ريال مدريد لقى الفرصه نتاعو ولقى التوازن نتاعو. بالنسبه لمباراه اليوم يعني انا حسب رايي الشخصي معناها ما كانتش هناك نديه كبيره من المان سيتي، ما كانش لا في المباراه الاولى ولا في المباراه. ممكن نقول انا مع احترامي طبعا مشجعين المان سيتي ما يستاهلش باش يكون موجود في النصف نهائي الشامبيونز ليج بالحاله، لان ما شاهدناش فما تفكير هجومي، فما رغبه للتاهل النهائي. ما فيش ردة فعل، ما فيش رغبه، ما فيش ردة فعل. يعني شاهدنا تسديده اولى في الشوط الاول، في نهايه الشوط الاول عن طريق فرناندينو، وفي نهايه المباراه عن طريق سيرجيو اغويرو. اذا استثنينا هذين مرينا ولا شيء من السيتي. بينما انا نقول حسب معناها خبرتي المتواضعه حذاري من السيتي في المواسم القادمه بعد ما يجي معناها جوارديولا، لانه الفريق باش يتغير كليا، خاصه في طريقه تعامله مع المباريات. وهنا باش نوريو الفرق معناها، هذا مهم جدا اللي في مباراه اليوم توريك الفرق. معناها ثالث الدوري الاسباني هشام شو يعمل معناها مع رابع الدوري الانجليزي. فما فرق كبير في التعامل، في السرعه، في القوه البدنيه، في المهارات الفنيه. اوكي نحكيو على ريال مدريد، هذا مهم جدا مع احسن الفرق اللي موجوده في العالم، لكن لازم نعملوا فرق ايضا اللي موجود. لانه في مباراه اليوم الشيء اللي تفرق عليه، اللي متعودين نتفرجوا ونشاهدوا فيه، واللي يقولوا طبعا المتابعين الدوري الانجليزي انه الدوري الانجليزي قوي بدنيا وسريع، مش صحيح. اليوم ريال مدريد اظهر انه بدنيا اقوى، اسرع اكثر في الترانزيشن معناها في المباراه، وبدنيا اقوى. هذا شيء مهم جدا. يعني في الالتحامات الكلها والثنائيات هشام فازوا بها لاعبي فريق معناها ريال مدريد اكثر من لاعبي المان سيتي. وبعدين يا كابتن هشام هو مريح كمان 6-7 لعيبه في المباراه بتاع 8 محمد 8 لعيبه. نعم. وبعدين يعني احترامي ليهم، لو لعب 3 ايام مش هيجيب جون بالتكتيك ده ولا بالخطه دي ولا بنوعيه اللعيبه الموجوده اللي كان مفاتيح لعب اللي بيعتمد عليهم طوال الموسم وكانوا مؤثرين مش موجودين. محمد لو تسمع هشام في حاجه مهمه جدا. محمد انا لعبت تشامبيونز ليج سامي سالجات، فما لاعب كرة قدم دائما نقول هذه للاعبين، الناس كل تعرف تلعب كرة القدم، وفما فرق بين لاعب كرة القدم والكومبيتيتور. الكومبيتيتور هو اللي يجيب لك البطولات، الكومبيتيتور هو اللي يجيب لك الشامبيونز ليج. مع احترامي للاعبين اللي موجودين في المان سيتي، تو احنا ممكن ناخذوا لاعب هشام، فما تلقاهم لاعبين في المان سيتي لما تشوفوهم يتفوقوا على بعض اللاعبين اللي موجودين في الريال، لكن لاعب تلقاه في الريال اقل كومبيتيتور، عنده العقليه نتاع فريق الريال، الروح نتاع فريق الريال، الرغبه نتاع فريق الريال، تعود فريق الريال على لعب الادوار الاولى والفوز بالبطولات. هذه برافو عليك، هذه ما تنجمش تلقاها في كل اللاعبين، ما تنجمش تلقاها عند كل اللاعبين. هذاك علاش انا نقول فما فرق بين لاعب كره قدم وبين لاعب كرة قدم وفي نفس الوقت يكون كومبيتيتور. نبيل شوف عمل كريستيانو رونالدو رغم الإصابة، شوف البريسنج اللي يعمل في الدقيقة 91 في الدقيقة 91 كان يجيبوا لنا زملاء مهمة جدا. شوف التصرف الأجويرو، لا نقلل من أجويرو، لكن الرغبة الثقافة. تكلم عن ثقافة يعني بعبارة هذه شوف دقيقة 91 وراجع من إصابة هشام، وكنت نحكي أنا ومحمد وعبد الله ليش ما خرجوش، معناها انا كنت خايف عليه، معناها ممكن يتعرض لاصابه في ال10 دقائق في الربع ساعه الاخير. ليش ما خرجوش؟ هو في الدقيقه 91 يعمل في بريس ويعمل في ضغط على اوتامندي باش ما يخليش يوصل للمناطق الخلفيه نتاع الريال. هذا الفرق صحيح في الرغبه وفي الروح وفي القتاليه معناها بين اللاعبين اللي تخلي فريق دائما في معناها في يلعب البطولات الكبيره ودائما الاول، وفريق دائما يشتكي. هذا الفريق اول مره في النصف نهائي تشامبيونز ليج. خلينا نقول بعبارة أوضح،
واحترامنا لمانشستر سيتي وأن وصوله إلى الدور النصف النهائي يعتبر إنجاز كبير وكبير جدا جدا، معناتها نظرا للمستوى اللي قدمه سواء كانت في المباراة الأولى أو في المباراة الثانية. يعني yo creo que el Manchester City se ha encontrado en las semifinales وجد نفسه في نصف النهائي ولم يصدق ذلك. عندما أقصى بي اس جي لم يصدقوا أنهم قد أقصوا البي اس جي ووصلوا إلى نصف النهائي، وبعد ذلك واجهوا ريال مدريد. ومنذ الدقيقة الأولى رأينا مان سيتي لم يكن يؤمن بتخطي ريال مدريد. ريال مدريد بأقل مجهود تغلب على السيتي. كنت أتوقع أكثر من مان سيتي في هذه المباراة، ولكن لم تكن هناك حتى رغبة في الفوز في آخر دقائق. يجب عليك أن تضع كل شيء، يجب كل المجهود. هذا هو الفارق الحقيقي بين مان سيتي وريال مدريد. ربما الآن الفرق بين الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني هذا هو ليستر بكل احترامي فاز بلقب البريمير ليج، والآن لدينا 3 فرق تصارع من أجل اللقب في الدوري الإسباني. في آخر 3 سنوات دائما هناك فريقا في النهائي، ريال مدريد، برشلونة، والآن أتلتيكو مدريد وريال مدريد. وحتى الدوري الأوروبي إشبيليا فازت مرتين، وهذه المرة بإمكان إشبيليا وبياريال أن يصل إلى النهائي. أين هو الدوري الإنجليزي وأين هو الدوري الإسباني؟ يجب أن يضيفوا شيئا. كله ممتاز، لكن اللي في نهائي الشامبيونز ليج ريال واتلتيكو مدريد بمدربين أجنبيين، واحد فرنسي واحد أرجنتيني وبتركيبة إيطالية. أي عقلية إيطالية. بعقلية إيطالية لأنه دييغو سيميوني بدأ تعصب الدوري الإيطالي. لازم نطعم إيطاليا. خلي بالك الدوري الإيطالي حقيقة. زيدان اللي درب مع ليبي صح، وانشيلوتي وكان مساعد انشيلوتي، صح ولا لا؟ دييغو سيميوني لعب في لاتسيو، لعب في الانتر، ودرب كاتانيا. دييغو سيميوني تركيبته وتفكيره ايطالي 100% ايطالي. طريقة اللعب هي الطريقة القديمة الإيطالية. زين الدين زيدان عنده شيء من انشيلوتي لانه كان مساعد حتى الطريقه فيها الطريقه رجعت. تجي تشوف الريال، تشوف الريال يلعب اليوم. يا اخي انا يا اخي سامحني، انا جبت لك شيء غريب. Lo que me estás diciendo es que estamos en todas estas finales y ganamos todas las finales. نصل الى كل هذه النهائيات لان لدينا عقليه ايطاليه. لا 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 تركيبه ايطاليه، ما قلتش عقليه ايطاليه. ما قلتش عقليه ايطاليه، انا قلت وانه زيدان تدرب مع ليبي وانشيلوتي كان مساعد في السيتي، على عكس تو العام الماضي كنا نتذكروا نصف النهائي الريال اليوفي. فعلى الورق الريال افضل في الوقت هذاك، لكن الروح كانت موجوده. شفنا مباراه البايرن والاتليتيكو، شفنا مباراه البايرن زاد اللي من اجمل المباريات في الموسم هذايا اللي دار بين البايرن واليوفي. ممكن البايرن على الورق اقوى بكثير من اليوفي، لكن الرغبه موجوده. هذا السيتي ما شاهدناش، وهذا اللي نلوم على بلغرين اليوم في المباراه الاولى في المباراه الثانيه. اوكي منطقيا الريال اقوى منك، لكن حاول انت يعني في طريقتك الاولى وفي طريقتك الثانيه ظهر انك ما تفكر الا باش تسكر، باش تلعب طريقه دفاعيه. ما كانش في طموح، ما كانش في رغبه حتى من اللاعبين، حتى من خلال اللاعبين وتعاملهم مع المباراه في نهايه المباراه. يعني الروح الرغبه اقوى مني، على راسي سيدي اقوى مني، لكن خليني نحاول. رايح معناها ميشيل قال كلمه تخرج الراس مرفوع. انت رايح للفاينل نتاع الشامبيونز ليج، رايح النهائي الشامبيونز ليج، حاول اعمل حاجه. طيب شكرا نبيل، سنتوقف قليلا اعزائي المشاهدين مره اخرى ثم نعود، فابقوا معنا. في مباراتين لم تتمكنوا من خلق فرص كافية، لم نتمكن وأيضا هم لم يتمكنوا من خلق الفرص. لقد فازوا بهدف من المدافع. كان إذا كنا قد قدمنا أفضل كان بإمكاننا أن نصل للنهائي. كيف ترى الهدف؟ هل تعتقد أن فرناندو هو من سجل هذا الهدف؟
بكل تأكيد لم تكن قريبة حتى من المرمى، كانت ولكنها دخلت في الشباك، هذا هو الأهم. بعد المباراتين هل تعتقد أن هذا هو مستوى السيتي بعد هذه المسيرة في دوري الأبطال؟ بكل تأكيد دائما نحاول أن ننهي الموسم في أعلى المراكز للوصول إلى دوري الأبطال. الآن يجب عليهم أن تركزوا مرة أخرى في الدوري. أمامكم مباراة مهمة أمام أرسنال، هذا ما يجب أن نفعله وهذا ما سنفعله. شكرا. هو اعتقد أنه جون هارت ما يشوفش اللي فيه القدام. لا هو بيقول ان الريال ما خلقش فرص. ما خلقش قال الريال ما خلقش فرص. لا طبعا الريال خلق 3 4 5 فرص. هو يمكن يتكلم، وهو ده هو اللي حضر بس من السيتي هو جو هارت. ما هو قال الهدف الوحيد اللي جاء اثر يعني شو وباقي المباراه مين اللي مسيطر على المباراه ومن الفرص اللي مين ليش ما قال وانه معناها يكون في مستوى الروح الرياضيه العاليه، يقول وانه الريال يستحق السيتي ما يستحق انه يكون في الدور النهائي، يكون احسن افضل احسن من اللي يتجاهل ما فعله الريال ولا قوه الريال. هشام انت شاهدت المباراه الاولى، مباراه الذهاب، كنت شفت تصريح بليغريني قال الريال لعب بطريقه دفاعيه، الريال اللي هاجم والشوط الثاني كان بامكانه باش يسجل تلعب على ارضك وامام جمهورك، تطلب من ثانيه، تطلب من كليشي، تطلب من فرناندو، تطلب من فرناندينو باش ما يعديوش نص الملعب، ما تقدرش تفوز في مباراه. الشيء الوحيد اي مدرب في العالم الادوات الموجوده عندك في المباراه الاولى ما خدمت، التغييرات اللي حصلت، اختيار التشكيله من البدايه، اعتقد انه بيليغريني مطلوب منه في مباريات مثل هذه المباريات، المباراة الأولى تلعب على أرضك وبتحفظ، والمباراة الثانية تنتظر الفريق يخاف، بس أي نوع من المجازفة عمل، لأنه في مثل هذه المباريات تحتاج مدرب يعمل مجازفة. المجازفة ما في شيء تخسره، أول مرة تصل إلى نصف نهائي الفريق خسر يعني الكمية الصرف اللي على مان سيتي تستحق ان تصل حتى للنهائي، ليه لا؟ او تاخذ الشامبيونز ليج، ولكن المجازفه حتى بالنسبه الى بيليغريني يجب ان يكون هناك رده فعل حتى تعطي ايحاء للاعبين بالمجازفه باللعب. قوه المان سيتي في الهجوم، اذا انت عندك لاعب مثل اغويرو لم يكن في يومه، في ويلفريد بوني ايضا يمكن يتم دعمه، من البدايه اخترت يايا توريه يكون في خلف اغويرو، هذا مو صحيح، يايا توريه خارج الخدمه. بعدين تلاحظ انه هبوط لمعظم لاعبين السيتي، خصوصا اللاعبين اللي زي دي بروين، اغويرو، ستيرلينج حتى ستيرلينج في الدوري الانجليزي لا يلعب اساسي على فكره، نافاس هو اللاعب على الطرف، إيناتشو الوحيد اللي حتى لم يكن لاعب، لكن يجب ان يكون في مجازفه، نوع من المجازفه انا مشاهدها في السيتي اعتقد انه كان ضعف فني كبير في مباراه الذهاب والاياب، ولكن نتفق انه وصل لاول مره الى نصف النهائي وهو انجاز. صباح الخيرات.